كبدة دجاج بالثوم وعصير الليمون. كبدة دجاج طازة 225 غرام، بتعادل كاسة. نظفتها بالطريقة اللي علمتك هي، وشطفتها شطف بسيط، وأحطها هنا في الزبدية، وأحط عليها 5 فصوص ثوم مقشر ومغسل ومهروس ناعم، 3 ملاعق عصير ليمون مصفى، ربع ملعقة كزبرة ناشفة، وربع ملعقة فلفل أسود أو أبيض، وملح حسب الرغبة. وأقلب الجميع وأحطها في الثلاجة مدة ساعة، وبعدين أكمل طبختها. جلست الكبدة في التتبيلة بالثلاجة مدة تقريبا ساعة أو أكتر. أخذ قطعة قطعة وأجي وأحطها، أغمسها في الدقيق على كل الجهات بس بطريقة خفيفة، وأنفض الدقيق الزايد وصحن جاف بهذا الشكل، وأكمل الباقي وأشوف كيف تكملة الطبخة. 3 ملاعق زبدة أحطها في الصاج. عندي طريقتين، يما زي كده دحين بعد تتبيل الكبدة حطيتها في الدقيق وأنزلها، أو أحطها أول الكبدة المتبلة وبعدين أرش عليها الدقيق. عندي هنا خلطة الثوم وعصير الليمون، بقيت منها كمية شوية، أنزلها تركتها على نار واطية جدا، وكل شوية أقلب الكبدة على الجهة الثانية لغاية ما أشوفها تحمر وتجيب مويتها، وأشوف بعدين كيف تقديمها. كبدة الدجاج بالثوم وعصير الليمون انتهت والحمد لله، ما تاخد وقت، بس هي جلستها في الثلاجة عشان تتبل. لاحظي ما شاء الله خلاص نشفت من مويتها وبقيت على ذاتها جدا فايحة ولذيذة، وتتآكل يما حشوة سندويشتات. تفتح السندويشت وتدهنيها بالزبدة، وبعدين تحطي قطع الكبدة وتحطي الخضار اللي تحبيها من خيار وخس وطماطم وكاتشب ومايونيز وشطة على حسب الرغبة والموجود، أو تتآكل بالرز الأبيض. هذا عندك هم السندويشتات الصامولي أو بالرز الأبيض. حاجة سهلة جدا ومفيدة ولذيذة جدا، وإن شاء الله تنال رضاكم وبالعافية.